النسبة كم حتكون لو الأهلي واجه الهلال؟ 90 80 20. الأمل حلو في الحياة طبعا. الأمل حلو في الحياة. بس ابو علي عاوز هنا ولا هنا؟ عاوز العقل ولا العاطفه؟ اكيد العقل. أكيد. بس زي ما قلت لك العقل. شوف انا قلت لك ايه، الهلال في حته تانية خالص. هل انا هلالي؟ والله ما اعرف والله العظيم ولا هلالي ولا هلالي ولا نصراوي ولا اهلاوي ولا اتحداوي. طبعا يحصل لي الشرف ان انا يكون انت، بس انا مصري. يعني يحصل لي طبعا الشرف ان انا اكون سعودي، بس انا يحصل لي الشرف ان انا اكون مصري. ما عنديش اي انتماء لنادي، بس انا بتكلم هنا. صحيح والله. لا انت ابو زيد تفرجت على الكره في كل مكان في العالم، يعني يمكن انا وانت ابو عاليه يمكن عندنا اهتمام شديد بالكره الاوروبيه والعالميه، فنتفرج على الكره. منظومه متكامله من اول ياسين بونو لغايه متروفيتش. اي ترس بيطلع من مكنه الهلال المكنه ما بتتاثرش، في نظام. اجيب لك بدل الماتش يا ابو علي، بدل الماتش 5 مرات ميشائيل يطلع يا جدع، ده الراجل السعودي قاعد جنبك مش مصدق اللي انت بتقوله. هلال انت بتتكلم عن النادي الاهلي احسن فريق في افريقيا بشهاده الكاف، ومدي الهلال بتاعك ده السنه اللي فاتت بال4 والاتحاد بال3. قول حق ربنا، انت كده مش بتحلل كوره، انت بتحلل فلوس بتاعت طلع عمره. اصحى للكلام منطقي. يعني الهلال لو لاعب الاهلي هيكسب او الهلال هيكسب، قال له انت بتهزر انت بتقول ايه؟ انت بتقول ايه يا جدع؟ هو ده سؤال؟ طبعا الهلال هيكسب. طب النسب ايه؟ 80 20 وجاي على نفسه قوي. 80 20 هنا النظر للامور بشكل افتراضي وليس بشكل في نوع من انواع الواقعيه. الواقعيه بتقول ايه يا جماعه؟ والواقع اللي شفناه وعشناه بيقول ايه؟ بيقول ان الاهلي شيل الهلال 4، وبيقول ان الاهلي شيل الاتحاد 3، اللي هم عتاولة الاندية السعودية، اللي هم معاهم الامكانيات اللي مش مع حد. يمكن انا عايز بدل ما احلل كورة احلل فلوس، وارد بس للاسف الشديد البعض بيفقد، يعني خلينا نقول ايه، المصداقية. يا عم مصداقية ايه؟ ده بيعرض شكوك. ده فارس عوض المعلق السعودي بتاع المباراة شاب الاهلي ووليد الفراج، الراجل اللي قاعد بيكلمه نفسه مش مصدقه وهو بيقول. دي اسمها دعارة فكرية واستريبتيز اعلامي. يا راجل قول حق ربنا، ده انت قاعد في بلد اللي فيها الرسول، بلد الرسول عليه السلام. قول حق ربنا. النادي الاهلي ده مدي الاتحاد 3 ومدي الهلال 4. اقول لك اصل الهلال اراهن 80 20 دول بقى تحطهم في مش عارف ايه. تتكلم عن النادي الاهلي. النادي الاهلي اكبر من الشخصيات دي. اوكي. النادي الاهلي اكبر من اي حد موجود يتكلم عنه. ومش بالكلام على فكره، هو دايما النادي الحمد لله النادي الاهلي بيرد في البطولات، دايما في البطولات الكبيره بتلاقي تواجد النادي الاهلي هو رقم 1 في كل حاجه. اوكي. بص قوه جماهيريه النادي الاهلي عامله ازاي، بص التفاعل بتاع النادي الاهلي في كل حته عامل ازاي. على فكره الموضوع مش بس ليه علاقه بالاهلي على قد ما هو ليه علاقه بالكره المصريه. طبعا احنا ضد التقليل دايما من اي نادي بيمثل مصر، سواء اهلي او زمالك او اي حد، لان دي ناس او دي انديه ليها تاريخ. تقريبا كل الانديه في الوطن العربي ما نجيبش تاريخ اهلي وزمالك او نص تاريخ اهلي وزمالك. يعني انا لما ابقى ضيف، مع كامل احترامي، يعني انا ابقى ضيف بره في برنامج مع حد وبحلل المباراه ونادي الزمالك بيلعب وبيمثل مصر، انا عمري يعني انا الحمد لله هنا على قد ما بقدر، لا احنا بنقف في ظهر نادي الزمالك. طبعا. ما بالك بره مصر بقى، وده دورنا وده المطلوب مننا على فكره كاعلام، ده طبيعي يا اخي. ده انا مصري. انا من هنا. انا راجل وطني. عيب ده النادي ده من بلدك، ما ينفعش يا عم. ولو مش من بلده، الاهلي مدي الاتحاد 3 مع الرأفة، ومدي الهلال السنه اللي فاتت بال4، وواخد جايزة افضل فريق في افريقيا، وقدام فلومينيز الناس بتحترمه، والناس في السعوديه مقدريننا. ليه بتطبل لهم شكوك؟ ليه هم ما طلبوش منك اساسا؟ اللعيبه كلها بتأدي كتيم وورك، يعني تيم وورك، يعني مجموعه مع بعض بيلعبوا كوره حلوه قوي. صحيح. واللي من خلالها بيوصلوا للمرمى، ومن خلالها بيحفزوا جماهيرهم ان هم يروحوا وراهم في كل مكان. شفت انت كنت قبل اللقاء الاستفزاز اللي حصل قبل اللقاء من المناوشات الطبيعيه اللي بتحصل ما بين جمهور الكوره وما بين بعض، هل دي اثرت على اللعيبه وخلتهم ان هم يأدوا بشكل اقوى من المطلوب؟ هم لما انت بتستفز اي لاعب
او بتستفز تيم معين، التيم ده سوري في الكلمه بيهيج. بيهيج يعني ايه؟ يعني بقى طب انا هوريكم، يعني انتوا ضدنا وبتستفزونا، طب احنا ايه هنوريكم. وفعلا قد كان يعني صحيح. اللعيبه كلها بتأدي اداء تيم وورك مع بعض واحد. الكل بيحاول يظهر بصوره مشرفه. صحيح. لان هم بيلعبوا باسم مصر ضد فريق الاتحاد السعودي. صحيح. اللعيبه كلها ادت، اللعيبه كلها الاجوان اللي جت كمان الاجوان كلها حلوه قوي قوي قوي. يا كابتن حسن كلمة هايج دي، ده لو جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سمعت في الصيدلية اللي أنت بتقول ده، هيرجعوا الأهلي مرجوم عندنا هنا، هيجلدونا يا كابتن حسن. خايف من كينو يا رجالة، كينو والكور الثابتة بتاعت مارشيلو. ايوه بالظبط كده. والمشاركه الزياده العدديه بتاعت اللعيبه، لازم لعيبتنا تبقى مركزه قوي في اللعب ناحيه اليمين. نترس الملعب ناحيه اليمين معاهم عادي جدا، ونتخانق بقى كلنا. هم عندهم المهاره واحنا عندنا القوه البدنيه والسرعه ان شاء الله. هو بيلعب قدام مانشستر سيتي، هتبقى حاجه عظيمه وحاجه تاريخيه، ونطمع يا اخي، خلونا نطمع ان احنا ناخد الكاس وكل حاجه تبقى جميله ان شاء الله باذن الله. لان هي دي الجمله بتاعت جوزيه مورينيو اللي كانت شهيره. هو دايما مورينيو كان بيكسب البطولات بفرق اقل من او مش متوقع الفوز بيها، زي بورتو وزي انتر. فكان عنده كلمه حلوه قوي، كان بيقول اول ما بتوصل سيمي فاينل بتشم ريحه الكاس، بتقول لعيبتك انا مش محتاج احفزكم، انت 90 دقيقه يمكن ترفع بطوله مش هتشوفها تاني بالساهل. اللي قطع الطريق ده طريق طويل. اكيد بكره جمهور الاهلي هيبقى اكتر من الجمهور البرازيلي، اكيد يعني ذلك، لان جمهور فلومينينزي وجمهور امريكا الجنوبيه وتحديدا البرازيليين بيتواجدوا بكثافه. النهارده في جده شفت تيشيرت فلومينينزي كتير حواليا. اي نعم شفت مصريين اكتر بكتير، بس يعني هي المساله برضو بتبقى ليها علاقه بحجز التذاكر والحاجات دي. فاتمنى ان شاء الله الملعب بكره يكون زي ما حصل في مباراه الاتحاد، ملعب مرحب دايما بالاهلي. يا باشا باذن الله نكسب. الواحد بس قلقان من الفانيلا اللي هنلعب بيها النهارده الفاتحه اللي لونها شبه اللون الابيض السكري ده، ربنا يستر ما بيتفعلش باللون الابيض الحصاله ده. انزل حط لايك، انزل حط لايك، ده انا جايب لك قنبله مدويه جايه في الفيديوهات اللي جايه في الفيديو ده. انزل حط لايك وتاكد انك مشترك في القناه وعامل الجرس تفعيل للكل والشهر حلقه في كل مكان. حط لايك، يلا بينا نشوف عايز اسمعك ايه. شيكابالا جه واحنا بنفطر وانا قمت له. يعني لقيته داخل من بره من الباب وانا قمت له وكذا وكذا وكذا، وبرضه صمم ان هو بيعتذر. فعشان بيعتذر فما كنتش بطمن له، يعني زي ما بيقولوا ما كنتش بطمن له، فبيعتذر خلاص. صحيح. رغم ان انت لعبته المباراه الثانيه اللي هي يعني كسبنا الاول نيجيريا 3-1، والمباراه الثانيه حسام غالي قعد وبعد كده لعبت شيكابالا، حتى اديته الفرصه بشكل كبير ان هو يكون موجود مع المنتخب، ولكن هو ما حبش. هو ما حبش. يعني شيكابالا غريب ان هو يبقى بالامكانيات دي. صحيح. وما يحبش ينضم للمنتخب. أيوة. فكانت من ضمن الحاجات اللي انا خلاص انت مش عاوز يبقى بلاش، مش صحيح. مشكله. مستمتعين، مش هغصبه. مستمتعين اكيد طبعا. مع كان بيلعب مش بالنوع اللي هو فيه جديه شويه، وحصل ان هو اتغير بين الشوطين، وبعد كده شيكابالا ما لعبش بقيه البطوله. بس كان السبب برضه اللي هي انفلونزا الطيور دي، لان هي اثرت عليه بشكل. السبب كمان كان شيكابالا ما بيحبش يخش معسكرات. يعني دي حاجات ما بيحبش يقعد في معسكرات. ايوه. وبالتالي كل لما كنت ببعت له عشان ينضم للمنتخب كان بيرفض وكان بيعتذر، وكان بيجيب ناس معاه من النادي وبتاع وما اعرفش ايه ويعتذر. وانت يمكن انت شفت انا مره في شيكابالا. ايه ده يا كابتن حسن؟ يعني شيكابالا ما كانش بيروح منتخب مصر وبيعتذر عن المعسكر، ولما كان بيبقى موجود بيسيبه بيخرج؟ ما لسه مع الزمالك في ماتش اسوان عمل كده. طب القيم والمبادئ اللي مشوها لفتوح ما عملهاش مع شيكابالا ليه؟ اعترفوا ان انتوا فشلتوا في التقييم يا فتوح، وراجل عايز الاهلي وريحونا من الفيلم الهندي ده. كبير من الكابتن حسن حمدي نفسه لامام عاشور. ما هو الشيء بالشيء يذكر. دي حاجه بالنسبه لي هامشيه، مش هقف عند حاجات اتقالت مش واقعيه اصلا، مش حقيقيه، كلها كانت عباره عن استنتاج. لكن الاهم بالنسبه لي هي فكره المؤازره من رئيس النادي الاهلي الاسبق الكابتن الكبير حسن حمدي، اللي في عصره النادي الاهلي حقق انجازات تاريخيه تمام،
وانا بشوف هو افضل رئيس نادي في تاريخ النادي الاهلي في وجهه نظري، ده رايي على فكره، ده رايي. افضل رئيس نادي في تاريخ النادي الاهلي هو الكابتن حسن حمدي. بيروح بيآزر الفرقه، بيكون موجود مع اعضاء مجلس الاداره، موجود مع الكابتن الكبير الكابتن محمود الخطيب، الروح واحده، الحب واحد. هو الكلام ده اللي بينجح النادي الاهلي. اللقطات الصور اللي زي دي هي اللي بتنجح، هي اللي بتفرق مع النادي الاهلي. انت لازم تخلي بالك من التفاصيل الصغيره اللي زي دي. الحاجات اللي زي دي ممكن تعدي على ناس كتير، لكن المشاهد دي مش هتعرف تشوفها غير في الاهلي. اتمنى ان احنا نشوفها في انديه كتير جدا. يا باشا النيل لن يغير مساره، والكل يجب ان يعلم قيمه الاهلي ومقداره. احنا في حته تانيه. لما بعض الناس تطلع تقول لك لا 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 لا، بس لو كان بقى الهلال اللي بيقابل ده لسه 4 الهلال السنه اللي فاتت، 4 السنه اللي فاتت. في ناس طالعه دلوقتي تقول لك ايه، لو كان الهلال بقى كان ظبط الاهلي. لو كان الهلال يا راجل ده لسه ما بردتش، ده سنه الهلال 4 والسنه اللي بعدها الاتحاد 3. يعني ده حتى مش تاريخ، ده وليد بيقول لك احنا مش في المتحف بكل العلوم بالتاريخ، بالتريق يعني ان التاريخ معانا، يعني ان التاريخ والجغرافيا والجبر والرياضه احنا مش بنتكلم في المتحف. لا ده انت دخلت المتحف يا وليد. والله دخلت المتحف. المتحف فيه حاجتين، المتاحف بيتحط فيهم دايما حاجتين، حاجات اللي بتقدم قوي 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 قوي، الحاجات التاريخيه او الحاجات النادره. احساسك ده كان نادر، يعني ان انت تصدر للجمهور هناك في اتحاد جده. ده في ناس يا جماعه شطحت ل4 و5 ان الاهلي يخسر 4 و5. ده كريم بنزيما ضلمت في وشه، يعني كريم بنزيما بعد الماتش ضلمت في وشه. كريم بنزيمة ايه ان شاء الله؟ وطنيه ولا تعاون؟ لا بنزيمة موبل. لو تابعت معايا الفيديو ولا فيديو رغتين يبقى انت برنس البنيس المستبرتة فاستس نسا. انت تتاكد ان طلعنا اللايك المتين، شايف قناه مجرس حيلك كل الشهر حلقه في كل مكان، واستنونا نهنا في ده كتير دار بنور. سلام.